السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من باب الرواح، المكان اللي كنفتحوا فيه حكايات وقعات في زمان ومكان، وبقى صداها كيرجع مع الليل، كيخلي القلب يحس. كيحكيو شي صيادة قدام أن هاد الواقعة طرات في الساحل ديال الجنوب المغربي، قريب من واحد البلاصة معروفة عند البحارة، ما كيدخلوا لا غير الناس اللي عندهم تجربة، حيث البحر فيها عميق والشعاب المرجانية عامرة وما كيناش الإضاءة ولا العمران. كانوا 3 ديال الرجالة خارجين يصيدوا واحد النوع ديال القشريات الغالية بزاف كيسميوها الاستاكوزا، وما كيتصيدوش إلا في الليل، خاص تكون ليلة ما فيها لا قمر لا ضوء والبحر يكون هادي. واحد فيهم كان واقف فوق الشعاب شاد التليفون كيدوي بالضوء وكيجمع الصيد، وجوج آخرين كيغوصوا في الماء واحد واحد، وكل واحد عنده مصباح خاص كيضوي تحت الماء. الراوي كان مع واحد صاحبه، وكان صاحبه كيعطيه الاستاكوزا وحده بوحده، وأغلبها كبار، شي حاجة فرحاتهم حيث الرزق كان زايد. وفي واحد اللحظة وهو كيتسلم وحده دار الضوء ديال المصباح باش يشوف وجه صاحبه، وتسمر في بلاصتو. ما كانش وجه راجل، كانت مرأة زوينة بزاف، شعرها طويل وعينيها كبار ولامعين، ووجهها ماشي بحال البشر كامل. في ثواني غير شافت الضوء رجعاتو اللور، وكيقسم الراوي أنه شاف ليها ديل بحال ديل الحوت، بحال ما كيحكيو على عروسة البحر. طلع مفزوع لسطح الماء ولقى غير داك اللي شاد التليفون. سولو على صاحبه، قال ليه راه خرج من ساعة، قال لي يتعب وانا شفت الصيد كيطلع بزاف وما بغيتش نقطع الرزق. خرج الراوي وهو كيرتعش وما عاودش دخل للما ديك الليلة. ومن بعد سمع أن شي صياد آخر شاف نفس الكائن في واحد الرحلة بعيد شوية في البحر. هاد القصة وقعات قبل ما يتعمر الساحل ديال الصويرة والضواحي ديالها، في داك الوقت اللي كان البحر هادئ ولكن مخيف في الليل. واحد الشاب كان كيمشي مع باه الله يرحمه يصيدوا في الليل، وكيخليو الموتور ديالهم بعيد شوية على الشاطئ. داك الليل من بعد ما جمعوا الصيد وهما راجعين باش يمشيو، وقف الأب فجأة، شد ولده من يده وأشار ليه براسو. طلع الشاب وشاف واحد شخص طويل بزاف، ضخم بزاف، وطفق واحد الربوة قريبة من البحر، لابس بحال لباس عسكري قديم، داير يديه فوق صدره وكيشوف فيهم بلا ما يتحرك. تصمروا بجوج. الأب قال لولده بصوت واطي: ما تدورش ظهرك، امشي بالهدى. بقاو كيتحركوا بشوية، واحد كيسوق من ظهره والاخر مراقب داك الكائن. ما تحركش، ما هدرش، غير واقف. منين وصلوا للموتور ركبوه هربوا ورجعوا للبلاد، وكيحلف داك الشاب أن من داك النهار ما عمرو رجع لهاد البلاصة. معروف عن الصيادة القدام في السواحل المغربية، خصوصا في المناطق اللي البحر فيها عميق، أن إلى تصادت ترسة بحرية، ترسة ما خصهاش تذبح دغيا، خصها تبات ليلة. كيقولوا إلى حلم بها الصياد وهدرات ليه خاصو يطلقها، حيت راها ماشي غير حيوان. واحد الصياد شد ترسة كبيرة وربطها وبات حدا البحر، وفي الحلم شافها كتقول ليه خليني في حالي، راه عندي وليداتي وخليها لوجه الله. فاق الصباح ضحك وقال غير حلم، وذبحها. وفي اللحظة اللي دار السكين حركات زعانفها ورمات الرمل في عينيه، ومن داك النهار عمى. قالوا الشيوخ راه كانت من جن البحر وعطاتك الإشارة وما سمعتش. ومن داك الوقت ولاو الصيادة كيخليو أي ترسة تبات ليلة كاملة وما كيقربوا ليها حتى يتأكدوا. كان واحد الصياد معروف في المنطقة بالهدوء ديالو، راسو ديما نازل وكلامو قليل، كيعيش مع راسو ومع الجبل. كل فجر قبل ما يخرج كيغسل يديه ويشد السكينة ديالو ويقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. نهار من نهارات قرر يبدل المسار، قال في خاطرو هاد الجهة ما عمرني دخلتها، يمكن يكون فيها صيد أكتر. الجبل كان ساكت
الريح خفيفة، ولكن شي حاجة في الجو ما كانتش مطمئنة. دخل بين الكتبان والترس، وفجأة حس براسو ما بوحدو، لا صوت طير لا حركة حيوان، غير تقل في الهواء. سمع حس، ماشي خطوات حيوان، خطوات كتعرف فين غادية. دار ببطء وشاف ظل طويل واقف حدا ترسة ديال الرمل، ما كيبان لا وجه ولا ملامح. القلب طاح والرجلين ما بقاوش كيهزوا. في داك اللحظة تذكر وصية باه: إلا حسيتي بالخطر ما تهربش، اذكر الله. قال بصوت مكسور: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الظل تحرك خطوة ثم توقف. الريح هبت فجبة والرمل طلع في الهواء، ومن بعد سكات تام، اختفى كل شيء. بقى الصياد واقف كيترعد ولكن حي. رجع لدارو بلا صيد ولكن بروح مختلفة. قال في آخر نهار: اليوم تعلمت درس عمري، النفس إلا تبعات هواها تهلك، والطريق اللي ما فيها ذكر الله ما فيه أمان. ومن ذاك النهار ما عاد دخل طريق ما معروفاش، وما عاد خرج بلا ذكر. وقبل ما نسدو الحكاية، خليني نقول لكم كلمة من القلب. الصلاة ماشي غير عادة، الصلاة أمان. اللي حافظ على صلاته راح حافظ على راسه، واللي ضيعها راح فتح باب ما يعرف شنو غيدخل منه. والذكر ماشي كلام كيتقال وخلاص، الذكر صور، الذكر نور، الذكر طمأنينة كتسد على القلب الخوف والوسواس. قول بسم الله قبل ما تخرج، أعوذ بكلمات الله التامات قبل ما تنعس، لا إله إلا الله وقت الضيق، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت. راه ما كاين لا جن ولا إنس أقوى من قلب عامر بذكر الله. خليوا صلاتكم فوق أي حاجة، وخليوا لسانكم رطب بذكر الله، فاللي تعلق بالله الله ما يضيعوش أبداً.